السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان. معاكم أحمد. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل كيكة الجيلي بالفواكه بطريقة سهلة جدا جدا ومميزة. تابع معايا الطريقة والخطوات عشان تطلع أسهل طريقة بإذن الله. طبعا مكوناتي عبارة عن حوالي 4 بيضات، معلقة كيس فانيليا أو ربع معلقة صغيرة فانيليا سايلة. طبعا هضرب الاول البيض بالطريقه ديت لحد ما قوامه ينعم ويبقى قوام كريمي وناعم جدا ولونه يفتح معايا لمده دقيقتين كده. تمام. هحط عليه بقى كوبايه السكر ونص كوبايه زيت ونص كوبايه لبن. تمام. هضربهم بقى كويس جدا بالشكل ده. طبعا الكيكة الجيلي دي كيكة جامدة جدا وطعمها لذيذ، الراعي الرسمي للصيف، حاجة كده منعشة، حاجة ترطب كده في الجو الحر اللي احنا فيه ده. جامدة جدا. طبعا انا هضربه كده شوية لحد ما القوام يبقى ناعم كده وكريمي، يعني مدة دقيقتين لثلاث دقايق كده. كده تمام معايا اهوت بالشكل ده. كون بقى مجهزة كوبايتين دقيق عليهم كيس بيكنج بودر كيك شيف بالشكل ده. اقلبهم كويس جدا كده. اخد بقى خليط السايل الكيكة، احطه بقى على الدقيق واقلبه كويس جدا من اي تكتلات فيه. تمام كده جامد جدا. بسم الله ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا جهزت صينية ادهنها بالمادة الدهنية وابدرها بشوية دقيق كده بالشكل ده. جامدة جدا. بسم الله ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا افضي الخليط بتاعي بالشكل ده. بكون بقى مجهزة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 درجة. ابدأ بقى انا اخبطها شوية كده عشان خاطر ان كان في فراغات ولا حاجة تطلع. الكيكة بتاعتي بقت جاهزة، هي مش هتاخد وقت، يعني مدة ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير كانت جاهزة معايا. هبدأ بقى انا اجهز خليط الجيلي بتاعي. طبعا كيس الجيلي عليه كوبايتين مية، كوباية سخنة الاول اهوت. سخنت كوباية مية في الكاتل. هبدأ بقى انا اقلبه على ربع كوباية سكر بالشكل ده. اقلبه شوية كده لحد ما ما السكر يدوب معايا والجيلي يدوب معايا في المية السخنة. بعد ما يدوب ويفك كله مع بعضه كده احط عليه كوباية مية باردة من الحنفية بالشكل ده. قلبتهم كده. تمام. سبت لما يهدى شوية معايا. هبدأ بقى انا طبعا انا كنت فضيت الكيكة طبعا بعد ما جهزت والصينية جهزتها بالشكل ده. وجبت بقى الفواكه بقى. عاوزة تجيبي بقى فراولة، عاوزة تجيبي مانجا، انا عملتها بالموز تبقى حلوة كده جميلة. هبدأ بقى ان انا احط الجيلي بتاعي. افضي الجيلي بتاعي كده نص الكمية، نص كمية الجيلي بالشكل ده. وزودت موز كمان. طبعا انا قسمت الكيكة نصين، نص هوت الاول هشة وجميلة زي الكيكة تحفة. هبدأ بقى ان انا ارش بقى كده جيلي على الكيكة بتاعتي كده. واحط بقى الموز في المنتصف كده. تمام كده. بكون بقى مجهزة كريم شانتيه. احط بقى الكريم شانتيه كده. طبعا عاوزين طريقة الكريم شانتيه انا اسيب لكم الطريقة في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف. طريقتها سهلة جدا وبسيطة. بعد ما فردت كده الكريمة وعلى الموز كده وحطيت بقى نص الكيكة التاني بالشكل ده. طبعا تعملي كيسين جيلي
انا عملت كيسين جيلي، وحطيت بقى الايه الكميه بتاعتي كده، وحطيتها في الفريزر لحد ما مسكت جامد، ورحت حطاها بقى في الميه السخنه كده لمده 10 ثواني، مش كتير يعني. ورحت بقى ايه مفضيه في طبق التقديم بالطريقه ديت اهيت. واو تحفه جميله، حاجه تفتح النفس كده، شكلها جميل جدا، تحفه روعه، بسم الله ما شاء الله، وهشة بقى وجميلة وجوسي كده وطعمها يفتح النفس بصحيح، الراعي الرسمي للصيف. ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة اما تعملي الطريقة دي وتجربيها. واو جميلة تحفة. الكيكة بتاعتي جاهزة اهيت، تحفة وجميلة، بسم الله ما شاء الله. قطع معايا بقى كده بالحشوات، الحشو اللي فيها الكريمة والموز والجيلي، طبعا غرقانة في الجيلي، تحفة، بسم الله ما شاء الله. ما تنسينيش بقى ايه باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.